هو أنت تعرف إيه الفرق بين رجل الأعمال ورائد الأعمال؟ هل هي واحد والّا في فرق ما بينهم؟ تعال نشوف الفيديو ونعرف إيه الفرق. رائد الأعمال ده واحد شغلته يبقى رائد أعمال، يعني إيه رائد أعمال؟ يعني شغلته الأساسية إن هو يطلّع فكرة أو يتبنى فكرة من عند حد، يعمل بيها شركة، الشركة دي تكبر وتبقى كيان بيجيب فلوس، وبعد كده لمّا الشركة دي تكبر يبيعها، ويروح يطلّع فكرة جديدة أو يكوّن شركة جديدة ويكبّرها ويبيعها، فهو شغلته عاملة زي الراجل البروكر كده، هو بياخد الحاجة خلاص، عشان يبيعها، كإنه هو يا إما هو يقضي عنده القدرة إنه يكوّن الشركة أو يكبّرها. طيب إيه بقى رجل الأعمال وقصته إيه؟ رجل الأعمال ما هو إلا رائد أعمال بس في مرحلة معينة من بداية شركته، اللي هو بيعمل إيه؟ اللي هو المفروض إن هو أول ما بيبتدي الشركة بتاعته خلاص، بيبقى رائد أعمال، ليه؟ لأنه طلّع الفكرة زي رائد الأعمال، وبعد ما طلّع الفكرة دي عمّال يشتغل عليها لحد ما كبرت وبقت بتجيب profit. أول ما الشركة تكبر تبقى تجيب profit وتبقى صالحة إنها تتباع، دوره كرائد أعمال بيخلص، وبعد كده بقى بيروح لحتة رجل أعمال إن هو بيعمل إيه، بيعمل growth، بيكبّر بقى الشركة ويعمل كيان ويبقى هو اللي بيدير الشركة، ويبقى هو اللي بيكبّرها. أول ما يعدّي مرحلة الgrowth دي ويبتدي يكسب من الشركة دي، خلاص كده هو ما بقاش رائد أعمال، هو كده بقى رجل أعمال. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير.